السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الجزء الثاني هبطه على طول، معناها مش يهبط على طول بركة، خاطر شنو يوتيوب يقولك اساسيات الملك وحسابات. انا فشنو الفيديوهات بلاس 15 دقيقة، فانا شنو عملت هكاكا منجم معناها بركة بركة معناتها شنو اني يا ربي شنو اني معناتها ما نعملش فازت هذه والحاجات معناتها لخبطة برشا، فخلينا نكملوا باش ننزلهم في نفس الوقت. ما تخاف، لازم اشدك بالطريقه دي عشان اديك المحتوى المفيد التاني، والمحتوى المفيد الاولاني ده بيزود ثقتك في نفسك. مش قصدي انك تروح تتحرش ببنات، ما تبقاش اي اي انت تقول حاجة وبعد توضح الحاجة وهذا حاجة واضحة وبعد تقول لا. غبي. انا كل هدفي انك تعلي ثقتك في نفسك، طور جسمك، طور شخصيتك، طور فلوسك، اتعامل مع ناس كتير في الشغل وفي الجامعه، بنات وولاد. ما تقفلش على نفسك عشان تعرف تتكلم، ما تبقاش اهبل في الحياه العمليه. قدام مكاوي يدعو للفجور. انتوا ضحك يا جدعان والله العظيم. ايه والله عندهم الحق، الضحكة هذه عندها الحق، على الأقل عندها فايدة. كيف ما تقولك ربي شنو خذ من حكمة المجنون. والله هذه أظن هكا، أظن هذه هي صحيح. أقسم بالله المثل هذا صار صحيح. طو صحيح إنه الهجوم مش مجانين، ما برك نمشيها لهم أنا على سيرته. مش هتفهموا الكلام اللي بقوله ده قدام لما تخشوا حياه عمليه فعلا. وبخصوص بقى الناس حبايبي اللي بيقعدوا يقولوا يا بكاوي انت معكش فلوس، العربيات دي كلها ايجار، الحياه اللي انت عايشها دي فيستك محدش مصدقها، عايز اقول لك كمل، انت ضحك فشخ. السلبيه دي مش هتوديك اي حته. انا واحد عايش حياتي، بعمل اللي انا عايزه، بوريك. بدل ما يرد عليها مش قد يرد، قال شنو يضحك فشخ وبعد شنو فشخ معناتها ياسر هكاكا. اي هكاكا معناها وشنو بعد يقولك شنو انا عندي فلوس، انا عندي فلوس. ما مش قد يرد. ما رد مليح، رد. انا متاكد مش يرد. انا نقولك ما ردش. قال شنو انا عندي فلوس واحد، ما قالش انكم انتم تضحكوا خاطر عندي اثباتات وعندي كرهب وعندي هذا، ويوري على الاقل ادله ما يجم يوري روحه صحيح. ما هو لا، هو يقول كلام ما انت مش قادر يرد. ما بركة زيادة هذا، ما كيف محمد رمضان والله نفس الشخصية. وبحاول اساعدك انك تعمل زيي، وانت برضو عمال تريح نفسك بحاجات عبيطه، عايز ترضى على خيبتك بحاجات عبيطه. فوق، الدنيا بتمشي، انا بحاول اساعدك، ما تبقاش اهبل. ولو مصمم تكتب الكلام ده وتفضل سلبي، خليك، الكومنتات بتفيدني، انا بستفيد من السلبيه دي. والله صدقني اكتر حاجه هتفيدك انك تركز على نفسك، مش انك تقعد تقلل من الناس. افتكر دايما انت مش هتقلل من حد تحت، نقلل من الناس الخايبة وتستاهلوا التقليل. انت هتقلل دايما من اللي فوق عشان تحاول ترضي نفسك وتحسس نفسك احساس حلو. وللاسف ده ما بيفيدش وعمره ما يوديك حته. ولكل اليوتيوبرز الغلابه حبايبي اللي عملوا عليا رياكتات من زمان، عايز اقول لك في قنوات فتحت وقفلت تعمل عليا رياكتات. هو ابتدى وبطل شغل عشان ما عندوش محتوى غير انه يتريق على الناس اللي بتشتغل بجد زي هيك. سامحني لو فما فرق يا مكاوي ما بين التنمر والطقطقة كيف ما يقولوا بالسعودي وشنو والرياكشن. فما فرق. مثلا باري تيوب وهنودي وعمر واحمد ابو رب قبل وكلهم ما نسيت اسمائهم، اما كلهم انا فهمتني. بيبسي اي كلهم فهذوكم يوتيوبر مش قادرين يتنمروا. ذوك شنو يوتيوبر يحبوا مصلحة المشاهد، ما يحبوا حاجة تكون نظيفة باهية، تكونش فيها لا سلبية. ما تكون عادي سلبية، ما الإنسان يغلط. أما أنت تغلط ياسر بصراحة. معناها الإنسان يغلط مرة وبعد مش يعاود الغلط. أنت تغلط مرة تعاود مرتين مش أنت مرة. الناس اللي قاعده في ناس فتحت وقفلت، والناس الجديده هتقفل برضه، مفيش محتوى، دول ناس فاضيه. عايز اقول فاضيه. فما كل نهار فما اثاره جدل في فازه معينه. شنو مش فاضيين كان عليك انت. ما من اعداء النجاح ما با كل الامه عليك. اليوتيوبرز اللي فاتوا وبطلوا شغل، واللي لسه شغالين دلوقتي، واللي جايين قدام، اللي ناويين ينتقدوا واللي انتقدوا كملوا. انا مبسوط جدا، دعايه ببلاش على راسي والله. كل واحد فيكم انتوا اكتر ناس بتفيدني. هو بصراحه عنده الحق. اما شنو الناس بالعكس قاعده تحذر وقاعد ما تعمل حاجه، ما قاعده تحذر. اما يعني خاطر الحاجه زادت عن حد، ما هو قازد هكاكا ووضح، اما الناس ما شافتش. النهارده احنا في بتيل، هنحترم نفسنا، مش هنطلب الجماعه طالبينه خالص، مش عايزين يتصوروا كمان. كان تحترم نفسك في محتواك احسن من تحترم نفسك في القهوه.
احنا اخرنا هنا والله لا حاقد يعني. والله. طيب نحترم نفسنا، تعالوا ندوق. طبعا هنحط اللو كالوري سويتنر، بينقذني دايما، ملوش حل، صحتك يا شيخ. قهوتهم احلى من ستاربكس، ما بهزرش، مش مبالغه والله. المهم نرجع لحوارنا بقى. اللي انا عايزك بس تاخده من فيديو النهارده انك عشان خاطري مالكش دعوه بحد، ركز مع نفسك فقط، ما يشغل. ما انت شنو مثلا كان الناس قالك يا هذا بربي والله ننصحوك، اقسم بالله ننصحوك، وحتى كل الناس معنا حتى امك ووالديك ينصحوك. لا 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 تركز، ركز مع مكاوي. مكاوي هو الحاجة اللي هو فشخ ما الناس يقول هو. بتعمل ايه، ما يشغلكش الناس فين، ما تفكرش في الناس اصلا، الموضوع مش مستاهل. لو اتفرجت على اي حد وحسيت انك عاوز تديله كومنت سلبي، اعرف ان هو احسن منك، امنع نفسك، قول لا انا طاقتي احسن منك ماشي. مثلا كفصفص هذاك قبل مثلا كان نعمل له كومنت سلبي ما هو احسن مني فصفص هذاك معناها حبش نعمل له داعي اصلا. ما عندوش داعي عيب. انا فصفص هذاك مثلا اللي يحب يشوف حكايته يتبرك اسمه فصفص وطلقه 5000 فيديو. اي فكمكاوي ما انت فاهم الحاجة صحيحة على الاقل. مثلا كان عملت تعليق سلبي فمثلا فصفص نسيت اسمه فصفص شنو معناته انه فصفص احسن مني حسب كلامك فهمني بربي. احسن من ان انا استعملها في حاجه زي دي، طاقتي افيد لي ان انا استعملها في حاجه تفيدني، لان صدقني الناس اللي زيي مش فارق معاها اي سلبيه، احنا معمولين نعمل فلوس ونفيد غيرنا بس. المهم عندنا ناس لا والله انتم معمولين بركة تجيبوا فلوس. ما هذه رسالتكم في العالم، ما هيش رسالتكم انكم تعبدوا الله والملائكة، استغفر الله، تعبدوا الله ومعناها وتؤمنوا بالرسول. لا 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 اوكي تجيب فلوس ما اوكي انا اوكي. لو خيروك من الشخص الصحيح الاسلام ما عنده صحيح، ما تكون فقير ولا تمشي جنة. هذا كما كان مش يكون نكون ما معناها تكون غني في الحياة الدنيا وفي الآخر ومعناها أما معناها تكون غني في الحياة الدنيا وتمشي النار في الآخرة، أو العكس. مكاوي تقول لك نكون غني في الحياة الدنيا هذا نعرفه راه. أما الإسلام الصح والمسلم الصح يقول لك نكون فقير في الدنيا ونكون غني في الآخرة، أو الاثنين عادي. ليه ولا مين بيفكر ازاي، الكلام ده كله فارغ. احنا الهدف بتاعنا والميشن واضحه، اعمل فلوس، انبسط، فيد غيرك، خلصنا. وقريب لما تعمل اللي انت عايزه هتفهم اما في غيرك بحاجة حقيقية مش نصب. تعمل لي كورس ب$1000 من الصفر للمية، افشل كورس في التاريخ، نصب واحتيال. اللي انا بتكلم فيه ده لما فعلا تعيش اللي انت بتحبه، تعيش حلمك بس يا سيدي. ده الموضوع ببساطه. قريت كومنت ضحكني فشخ من يومين. واحد كان كاتب، طبعا الكومنت المعود، العربيه دي ايجار، على احدى صور العربيات اللي بتصور بيها. فواحد تاني داخل كتب له حتى لو ايجار، ايجارها في اليوم اكتر من مرتبك 3 شهور. الموضوع ده ماسطة ياسر ماسطة. متى واحد يقول الحقيقة يجي واحد يتمنيك عليه هكا، راهو تمنيك متاع الراتب والحاجات هذه، هذا حاجات راهي خط احمر. نقول لك مكاوي مكاوي يا جماعة. الناس بتتريق عليه ومش هتعرف حتى تعمله، بس اللي هو نقلل من الناس وخلاص، فاهمني؟ حتى الحاجه اللي هو بيتريق عليها ما يعرفش يعملها. عشان كده بقول لك طاقتك افيد لك انك تستعملها في حاجه حلوه، حاجه تفيدك، مش انك تقعد تدي سلبيه للناس، مش هتستفاد اي حاجه. بس دي نصيحه من اخوك. وبس يا سيدي، ده اللي كنت عايز اقول لك النهارده. لو وصلت معايا لحد اخر الفيديو هنا قول لي تحت في الكومنتات، السلبيه اخرتها مش ايجابيه. عايز اعرف مين اللي قعد معايا لحد اخر الفيديو. وزي ما كل حلقه حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. لو الفيديو ده فادك، إلى هنا وصلنا إلى نهاية المقطع. نشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.